الحقيقه انه مع بدايه كاس عالم 2026 وزي اي عبد كوره ما عندوش حياه اللي هو انا يعني، فانا بقى ما وريش شغله ولا مشغله غير الفرجه على كل الماتشات اند اي مين كل الماتشات. وفي وسط ما انا مسحول في كاس العالم وبقيت عامل زي توم في الحلقه اياها لما لزق عينه بشيكرتونه عشان ما ينامش، فجاه لقيت حته اثار يوتيوبيه حرفيا، فيديو من قناه حديث الحلبات بعنوان المصارعين لو كانوا منتخبات مشاركين في كاس عالم 2018. وهنا انا عينيا لمعت ورحت سايب الفيديو الكبير اللي انا كنت شغال عليه والفوربيدن دور يضربوا يقلبوا، وبقيت قتيل هذه الفكره وهذا الفيديو اللي هيتيح لي الفرصه اتكلم عن اكتر حاجتين انا بحبهم. فده طبعا شاوت اوت عملاق لقناه حديث الحلبات، وانا بقول لك من دلوقتي اهو الفيديو ده هيكون تاريخي وللتاريخ على راي حساب عمرو اللي قفلوه على تويتر. فيا ريت تعمل لايك وتشترك، ولو انت مشجع كوره ومالكش في المصارعه اشترك برضه لان هتتبسط كده كده. وخلوني انوه قبل اي حاجه ان ده فيديو في قمه العشوائيه، يعني عشوائيه ولا افلام ادم ساندلر وماتشات الاناركي ديارينا مثلا. فيا ريت انتوا كمان تشاركوا في العشوائيه وتكتبوا في الكومنتات مين في رايكم المصارعين اللي بيمثلوا منتخبات مشاركه في كاس العالم. ومن غير مقدمات اكتر من كده خلونا نقحم المصارعه وكاس العالم مع بعض. عايز ابدا بجروب اي او المجموعه التاسعه، بدايه مع منتخب الديوك الفرنسيه واللي هيكون الاو تي سي رومان رينز. ببساطه لان سطوه منتخب فرنسا في كاس العالم توازي سطوه رومان رينز في مين ايفنتات راس المانيا مثلا، ومحدش بيستغرب لما كل سنه بنلاقي رومان رينز في مين ايفنت راس المانيا، بالظبط زي ما محدش هيستغرب لو فرنسا وصلت نهائي كاس العالم السنه دي. حاجه كمان مشتركه بين رومان وفرنسا هي مصطلح الزج الجديد، اللي هو كان كل ما حد جديد في عيله الانوي بتاعت رومان رينز يظهر وينضم للبلاد لاين كان يقول لك ده الزج الجديد. او فرنسا عندهم نفس الوضع برضو، وجيل 2018 اللي فاز بكاس العالم اتبدل بجيل اقوى منه كمان دلوقتي، بدل كانتي وبوجبا بقى عندك تشاوميني وادريان رابيو اللي بالمناسبه عمل اسيست حلو قوي في ماتش السنغال، بدل ما تويدي بقى عندك دوي وفي باركولا وريان شاركي قاعدين بره، بدل جريزمان بقى عندك اوليسي اللي هو كسرت سنه لالي ناب حرفيا، بدل هوجو لوريس بقى موجود مايك مينيو. وبصراحه كده انت لو جبت المهدي سليمان وقفته حارس منتخب فرنسا برضه هيبقى ابجريد على لوريس، ده من ستر ربنا بينا ان لوريس ده كان الحارس في نهائي لوسيل والله. فمن الاخر فرنسا بتمتلك نفس الستيتس والمكانه بتاعت رومان رينز في المصارعه ومرشحين فوق العاده للفوز بالبطوله. منتخب النرويج هو البروتو ستار كايل فلاتشر، ده هو المصارع اللي مفيش نفر عاقل من سنتين ثلاثه كان ممكن يبص عليه ويقول الواد ده هيبقى نجم ومين افنتر. نفس الكلام بالحرف ينطبق على منتخب الفايكنجز النرويجي، منتخب ملوش تاريخ ملوش ارث ملوش باع في بطولات كاس العالم او على المستوى الدولي عامه، واساطيرهم هم الحاج اولي جونر سولشاير وريسا لو تفتكروه بتاع ليفربول الواد نمره 6 اللي كان شويت فشخ في بيس 6 ده. وناس كتير كانت بتعتبر ان وجود هالاند معاهم هيظلموا على المستوى الدولي، حاجه زي كفار استخاليا مع جورجيا كده، لكن منتخب النرويج بيعمل ترانسفورميشن متوحش بالظبط زي كايل فلاتشر، وبيطحنوا الطليان طحن في تصفيات كاس العالم وباسماء زي طبعا نجمهم الاول ايرلينج هالاند واوديجارد ما بحبوش الواد ده، سورلوس كابوس المشجع البرشلوني والهارب من قوم عاد ولاعب لايبزيج انطونيو نوسا. لو بتتساءل انا عرفت نوسا ده منين، فانا جايبه عندي في الكارير مود بتاع فيفا ووصل 91 ما تسالنيش ازاي. فانا الصراحه بحب النرويج واحتفاليه النرويج وتيشيرت النرويج الاساسي بنفس قدر حب الكايل فلاتشر. بالمناسبه ليه ما حدش اتكلم عن حلاوه وطعام التيشيرت النرويج الاساسي؟ البتاع ده جامد فشخ والله. منتخب اسود الرافدين العراقي هو الباسترد باك. قبل اي حاجه اقسم بالله اكتر منتخب عربي زعلت عشانه وتعاطفت معاه هو المنتخب العراقي. اي حد ما شافش ماتش النرويج هيقول لك دول نجموا 4، لكن الحقيقه ان العراق قدموا شوط اول تاريخي بكل معنى الكلمه ضد النرويج. يا اخوانا في كوره جت في اخر الشوط الاول لمدافع العراق اللي عامل بوني تيل زي ده اسمه اكام حسن، الكوره دي لو دخلت كانت حرفيا هتبقى اعظم هدف في كاس عالم 2026 بدون نقاش كده، لكن للاسف قله الخبره والاخطاء الدفاعيه كلفتهم كتير. فالعراق زي باك لان الاثنين بيقدموا اداءات اكتر من رائعه في ماتشاتهم، لكن في النهايه وزي العراق فباك للاسف بيخسر كل ماتشاته الكبيره. السنغال ممكن مثلا فين بالور فاهم عشان فين بالور كسب الحزام وسلمه بعدها بيوم، السنغال كسبوا افريقيا وبعدها انسحب منهم اللقب، بس برضه حسوا اكتر تشبيه مش ظابط. السنغال مش منتخب متشطف ومنتهي زي فين بالور الصراحه. نبدا باسود الاطلس المنتخب المغربي سويرف ستراكلاند. شفت الظلم التحكيمي اللي تعرضت له المغرب في كاس عالم 2018 وفي وسط مجموعه كانت مميته اصلا مع البرتغال واسبانيا، وبالرغم من الظلم ده قدموا اداءات جدا ممتازه. سويرف برضو اتظلم في الدبليو دبليو وما قدرش ياخد فرصته في المين روستر واتطرد بعدها على طول. ومن بعد 2018 المغرب بيبنوا منتخب مرعب وبيحققوا التاريخ بالوصول للمربع الذهبي في كاس العالم كاول منتخب عربي افريقي يعملوها، وسويرف بيبني نفسه في اي دبليو لحد ما بيكسب بطوله العالم كاول مصارع اسمر من اصول افريقيه
يعملها. وزي سويرف فالمغرب السنه دي مرشحين للمنافسه على اللقب، وانتهى زمن التمثيل المشرف خلاص. نيجي للسامبا البرازيلي وهو راندي اورتن. اي نعم الجيل الحالي مش اقوى حاجه، واي نعم البرازيل مش من الاسماء المرشحه للفوز بالبطوله السنه دي بالظبط زي ما راندي اورتن ناس كتير بيعتبروه باست هيز برايم وما عندوش حاجه يقدمها، لكن عادي جدا تلاقي اورتن بيعملها وبيكسب ال15 السنه دي بالظبط زي ما عادي تلاقي البرازيل بقياده شيخ الطريقه ابو خطوه الحاج انشيلوتي بيعملوها وبيكسبوا كاس العالم، والفم حاجه تشتغل مع البرازيل يا كمان. انت بس تعادل الحلوف اللي اسمه ايجور تياجو ده على الدكه او تشحنه تاني على برنتفورد اصلا. تخيل ده كان بينافس هالاند السنه اللي فاتت على هداف الدوري. هو الدوري الانجليزي باظ من شويه. المهم ان طول ما ولدنا كونيا بيلعب اساسي بقيه الماتشات كله هيبقى تمام يا انشا اخويا. هايتي او هايتي مش عارف بتنطق ازاي، هي عامله شبه الجماعه اللي كانوا مع جندر مهال دول، حرفيا كانت كل شغلانتهم انهم يدعكوا في وسط الماتشات. اسكتلندا فكرت اقول في الاول درو ماكنتاير بس لا مش قوي كده، وفي الاخر اخترت بيت دان لان اسكتلندا تاريخهم الكروي منيل ب 600 نيله وعمرهم ما عدوا لا من دور المجموعات في كاس العالم ولا في اليورو، وبيت دان تاريخه في الدبليو دبليو منيل ب 6000 نيله برده وعمره ما عدى ولا شاف يوم عدل من بعد فترته في الانكس تي يو كي، فلايقين على بعض جدا. نبدأ بالمنتخب المكسيكي واللي هيكون اندرادي. بعيدا عن كون اندرادي مكسيكي الا ان في رابط كبير بينهم. يعني مثلا منتخب المكسيك ده في كاس العالم تاريخهم عباره عن الحارس اوتشوا، الراجل اللي بقى زي طقس من طقوس كاس العالم وبيظهر مره كل 4 سنين عشان يتالق ولا يصد ضربه جزاء وبعدها يختفي تاني. وطبعا الجون الشهير بتاع لوزانو ضد المانيا اللي ازدادت اهميته 9 مليار ضعف بسبب التعليق الايقوني من الكابتن حفيظ الدراجي اللي هو بتاع تشيتشاريتو تشيتشاريتو تشيتشا تشيتشا Chicharito de la Bardía, Lozano, gol, 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 gol. هو ده تاريخ المكسيك في كاس العالم باختصار. نفس الوضع اندرادي برضو اللي كنت تقدر تختزل مسيرته في الحبه اللي تالقهم في الانكس تي وخلاص على كده، لانه ما عملش اي حاجه تذكر في المرتين اللي راحهم في الدبليو دبليو ولا حتى في مرته الاولى في اي دبليو، لكنه حاليا بعد عودته للمره الثانيه في اي دبليو بدا ياخد مكانه اكبر ويبقى مع مصاف الكبار والمين افنترز بالظبط زي المكسيك، واللي بوجود عامل الارض كمان فهم عادي يروحوا بعيد في كاس العالم، ولكنهم زي اندرادي مش مرشحين يبقوا ابطال عالم السنه دي طبعا. كمان هو مين كيميونيس اللي طلع بيلعب في نادي القادسيه السعودي وهداف دوري روشن ده جبتهم لانهي داهيه ده. منتخب البافانا جنوب افريقيا دول هيبقوا مصارع اتحدى اي حد ابن امه فيكو يكون عارفه، ليون راف. وزي ما انت شايف كده تحسه هربان من المجاعه مثلا او عنده الانيميا يا عيني او كان عمل اضراب عن الطعام. فلك ان تتخيل ان نفس المصارع القله ده كسب داميان بريست وجوني جارجانو في الانكس تي وكسب حزام النورث امريكان بالبركه كده. هو ده بالظبط وضع جنوب افريقيا في كاس العالم، منتخب سيء سوء الارض بس برضه صعدوا تاني، وده ان دل على شيء فهو يدل على وساخه ووضاعه المنتخبين التانيين اللي معاهم، بدايه من الشمشون الكوري اكيرا توزاوا. تلاقي الجماعه محنكين الكوره كل كاس عالم يقول لك اوعى بقى المنتخب الكوري اللي هيبقى الحصان الاسود في كاس العالم، اصل دول عندهم سون هيونج مان وكيم مين جاي والواد مهاجم وولفرهامبتون اللي محدش يعرف اسمه اللي كان سريع في الفيفا ده، وفي الاخر ياخدوا فوق دماغهم ويطلعوا من دور المجموعات. عندنا برضو في المصارعه رابعنا ولا لا يخسون يكونوا رابعنا اصلا. الجماعه الحنايك العيال بتوع المصارعه على تويتر يقول لك على فكره بقى اكيرا توزاوا ده كان اسطوره الاساطير ايام ما كان في الاتحادات اليابانيه بس انتوا اللي ما بتفهموش حاجه، وتيجي في الاخر تلاقيه بقى جوبر قد الدنيا دلوقتي في الدبليو دبليو زي كوريا في كاس العالم بالظبط. واخيرا منتخب التشيك جاي اوسو، ودي ما فيهاش نقاش اصلا. منتخب التشيك ده يا اخوانا هو في كتابي اوسخ منتخب في كاس عالم 2026. ده الواحد يكره اليوم اللي اتفرج فيه على كوره لما يشوف ماتشات منتخب التشيك ده بالظبط زي ما الواحد بيلعن ابو اليوم اللي اتفرج فيه على مصارعه لما يشوف ماتشات جاي اوسو. فاوسخ منتخب في كاس العالم كان لازم يكون اوسخ مصارع في العالم عن جداره واستحقاق. المنتخب العنابي القطري هو جوني جارجانو، وخلوني افهمكم ليه. جوني جارجانو ده في الانكس تي كان مقطع الدنيا ومكسر الدنيا ومالي خزاينه في بلوكو على راي بهجت صابر، اداءاته وماتشات اسطوريه وتتويج بالالقاب، ويعني كان من افضل مصارعين العالم وقتها. الناحيه الثانيه منتخب قطر في بطولات اسيا تقريبا بيقلبوا على البرازيل 2002، وتلاقي المعز علي بقى رونالدو الظاهره واكرم عفيف بقى رونالدينيو والهيدوس بقى ريفالدو وحاجه جامده جدا. يعني تتفرج بقى على نفس جوني جارجانو في المين روستر او نفس قطر في كاس العالم تلاقيهم فعلوا مود اعمل نفسك ميت حرفيا، والموضوع بيوصل لمرحله التهزيء وقله القيمه سواء لجارجانو اللي بقى جلورافايد جوبر او منتخب قطر اللي بيخسر خسائر تقيله للاسف. عامه لو بتجي شكله هيوحشنا كده كده، وانتظروا تتويج منتخب قطر بكاس اسيا اللي جايه. منتخب كندا هو دمدم ميستيريو، الاثنين داخلين بالواسطه سواء كندا كالمنظمه او دمدم بواسطه ابوه الحاج ري ميستيريو، والاثنين مش فالحين غير يتشطروا على الغلابه زي جوني جارجانو وقطر. يعني حاجه اخيره عايز اقولها وهي ان مدعو ابو لعبه الفيفا اللي اقنعونا ان جون
جوناثان ديفيد ده ينفع يبقى مهاجم او ينفع يبقى بني ادم اصلا. منتخب البوسنه ممكن جريسون وولر، جلورافايد جوبر برضو، بس لو لعب مع جوني جارجانو غالبا هيكسبوا. منتخب سويسرا، وانا عارف انها كسوله قوي، بس سيزارو او كلاوديو يعني، بعيدا عن حقيقه ان كلاوديو سويسري الا ان فعلا في شبه. يعني زي ما سويسرا مش مرشحه خالص لكاس العالم، فكلاوديو مش مرشح برضو انه يبقى بطل عالم. بس زي سويسرا فكلاوديو عادي يكسب اسماء كبيره، زي ما سويسرا مثلا كسبت فرنسا في يورو 2020. وعامه كده منتخب سويسرا من غير زردن شاكيري عمل زي الاندومي من غير الدقه او التتبيله بتاعته. وبما ان جت السيره فشاكيري ده اندر ريتد فشخ وكوير فشخ، واتفرجوا عليه ايام ستوك سيتي ومع سويسرا في يورو 2016. خلونا نبدا بالماكينات الالمانيه، وهنا في شاوت اوت لسعود صاحب قناه حديث الحلبات، واللي والله اتمنى يشوف البتاع ده، لاني هتفق مع الفيديو الاصلي بتاعه في 2018 وهقول ان المانيا هي البيست براك لازنر، لان المانيا 2014 مع يوخيم لوف كانت نفس براك لازنر في 2014 بالظبط، تكسير ودعك وعجن وطحن وكسر سلسله اندرتيكر، وبرازيل بتتهان 7-1 على ارضها وهيمنه كامله يعني. وفي 2018 براك لازنر والمانيا الاثنين بيخسروا الهيمنه دي سبحان الله، وشفنا رومان رينز وساس رولينز بيجهزوا على الوحش وبيكسبوه عادي، والناحيه الثانيه الشمشون الكوري بيكسر الماكينات الالمانيه فوق دماغهم وبيقصيهم من دور المجموعات. والهيبه اللي راحت دي بتكمل في 2022 مع براك والمانيا، لكن ده لا يمنع ان براك لازنر لا زال حتى في سنه الحالي بيمتلك اجمد فيزيك في المصارعه النهارده، وعادي يفتري ويطحن اي مصارع الا قدامه، زي المانيا اللي اكتسحوا كوراساو بالسبعه. والمانيا حاليا عندهم جيل محترم جدا بقياده جوليان ناجلزمان اللي حرفيا اصغر من ميسي وكريستيانو بالمناسبه. فالمانيا لا زال عندهم هيبه ومكانه توازي هيبه ومكانه براك لازنر في المصارعه حاليا. كوت ديفوار جاي وايت رسمي يعني، اللي هو حرفيا ابنك شاطر يا حاج بس يبطل علويه، هو ده منتخب كوت ديفوار وجاي وايت احي الوصف ده ينطبق عليا انا كمان مش كده؟ يعني تلاقي الفيول الايفواريه بيقدموا ماتش عظيم ضد الاكوادور، ودياموندي بيتالق لدرجه ان لايبزيج رفع قيمته السوقيه ل 150 مليون، وشويه شويه وكانوا هيبيعوا ليفربول الانفيلد عشان يوافقوا على صفقه انتقاله. الماتش اللي بعده على طول ضد المانيا تلاقي دياموندي بيقع على الامبولا ومش عارف ينيل اي حاجه، وفي الدقيقه 87 بتيجي كوره للواد نمره 10 اللي اسمه ايدانجرا، وكانت عامله بالظبط شبه كوره جده في نهائي غانا 2010، وبدل ما يركنها في البعيده زي جده ابن الست المش كويسه استلم ووقف على الكوره، اللي هو قال ده انت اكيد كوت ديفوار كلها، لا كوت ديفوار مين ده، انت الكوكب كله جاب في سيره الحاج امك بكلام مش كويس ساعتها وانا اولهم. وفي الاخر طبعا دفعوا الثمن وخسروا في اخر دقيقه ضد الالمان. نفس العلويه دي تلاقيها عند جاي وايت اللي بقاله سنتين غايب لسبب يعلمه الله. الاكوادور جاي ليثل الاثنين جوبرز زي بعض دلوقتي ما شاء الله، رغم انه زي جاي ليثل فالاكوادور كانوا بيعتبروا منتخب محترم يعني. كوراساو دول غلابه قوي بقى، فمش عارف ممكن بلايك كريستيان مثلا عشان مع جاي ليثل فهو اول واحد جه في دماغي مش عارف. قبل ما نكمل يا ريت لو انت مستمتع بالفيديو تعمل لايك، ولو مش مشترك يا ريت تشترك لان تقريبا اكتر من النص اللي بيتفرجوا مش مشتركين. نبدا بالماتادور الاسباني واللي هيكون الامريكان نايت مير كودي رودز. يمكن مفيش رابط كبير بينهم بس انا حاسسها كده، او هو الصراحه في رابط. يعني مثلا اسبانيا هو المنتخب اللي الاغلب بيرشحوا للفوز بكاس العالم السنه دي، بما فيهم شركه اي النصابين بتوع الفيفا اللي بقالهم من 2014 تقريبا بيتوقعوا الفائز بكاس العالم صح، ويقول لك اصل ده عشان كسبوا اليورو في 2024، واصل اخر مره كسبوا اليورو في 2008 راحوا كسبوا كاس العالم في 2010 والكلام الجميل ده. وافتكر موضوع اليورو ده قتل بحثا انه ملوش علاقه بكاس العالم، ولكم في منتخب ايطاليا عبره يعني. غير ان اسبانيا نفسهم كسبوا يورو 2012 وراحوا بعدها تشلحوا في كاس عالم 2014 عادي جدا. نفس الكلام ينفع يتقال على كودي رودز اللي تلاقيه بيكسب جائزه مصارع السنه من مجله BWI كل سنه تقريبا، فعز ما بيكون فيه مثلا على الاقل 10 مصارعين تانيين افضل واحق منه ديشيليار مره، بس برضه يقول لك التبرير عشان هو بطل وواجهه WWE، واي نعم مش بينيل حاجه بالحزام وجماهير الشركه نفسهم مش طايقينه، بس هو كده. حاجه كمان في اسبانيا وهي ان دي لافوينتي كان مدرب محظوظ اكتر ما هو مدرب افضل من انريكي. بمعنى اسبانيا في 2022 مع انريكي كانوا في اواخر مرحله الاحلال والتبديل، فكنت تلاقي اسامي مكحكحه ومنتهيه زي جوردي البا، الفارو موراتا، سيزار اسبليكويتا، اسينسيو، كارفخال، انسو فاتي عيني، بابلو سارابيا او زلابيا على راي محمود مهدي، والضامه والمصيبه الكبرى الحاج سيرجيو بوسكيتس. اخوانا بوسكيتس في 2022 يصلي على الكرسي حرفيا، مش تقول لي يلعب اساسي في كاس عالم، وطبعا نكبهم في الاخر ضد المغرب وطلعهم من البطوله. فيعني اسبانيا انريكي كانت قحط خالص لدرجه انه كان بيلعب برودري قلب دفاع، انت متخيل؟ انما دي لافوينتي في يورو 2024 كان بالفعل استبدل الاسماء دي بلعيبه شباب افضل بكتير، ده غير انه لا عنده في الهجوم انياكي ويليامز، وطبعا الجولدن بوي الاسباني لامين يامال، والاثنين هم اللي جابوا له اليورو في توتي باك في الاخر. اما انريكي فتخطى فشله مع اسبانيا وبقى افضل مدرب في العالم حاليا مع باريس عادي جدا. نفس الكلام كودي اللي ساب AEW كان فاكرها هتقف عليه، لكن الشركه بتكمل وبتنجح اكتر 100 مره من غيره عادي جدا زي انريكي مع باريس كده.
كمان اسبانيا هو المنتخب الوحيد اللي ممكن يوقف فرنسا من نهائي ثالث تاريخي على التوالي، حاجه زي كودي رودز مع رومان رينز في راس المانيا 40 كده. وانا شخصيا عندي نقابل اسبانيا في النهائي ارحم من فرنسا 100 مره، لان فرنسا تاني في النهائي ومن غير لوريس وكولو مواني هتبقى حي خالص. منتخب الاوروجواي خد دي بقى الامريكان دريم الحاج داستي ابو كودي رودز. ببساطه لان الاوروجواي ده هو منتخب احنا يا دوب بنسمع بس انهم في عصر الديناصورات تقريبا كانوا منتخب قوي وكسبوا 2 كاس عالم. يعني دول احدث كاس عالم كسبوه كان سنه 1950، وقتها كان التلفزيون الابيض واسود ابو اريال وشرايط مغبشه ده قمه الاعجاز العلمي. اول بقى ما اخترعوا التلفزيون الملون والجوده 4K وال8K منتخب اوروجواي قال لهم انا ما ينفعنيش الشغل ده زي عادل امام في عريس من جهه امنيه، وبقى منتخب وضيع مش بينافس على كاس العالم ولا حتى الكوبا امريكا. اللهم بس كاس عالم 2010 لاجل ما دييجو فورلان كان مركب مدفع في رجله وسواريز كان عايز يبدن على غانا، انما غير كده مفيش. طبق الاصل نفس الكلام ده ينفع يتقال على داستي رودز المصارع اللي يا دوب برضه بنسمع انه كان من اساطير المصارعه. تيجي بقى تتفرج عليه تلاقي فيزيك يضحك، خصوصا الجير بتاعه في الدبليو دبليو اف، حتى طريقته في الكلام والبروموهات يعني كان عنده لدغه كده في حرف الث مضحكه قوي. وجرب كده تتفرج له على اي فوتج جديده هتلاقي فضايح حرفيا. فداستي رودز هو الاوروجواي بالظبط، لان الاثنين مستحيل ينجحوا في زماننا الحالي. منتخب الكابو فيردي هو بكل جداره دونك زيلا مارك ديفيس، ده المصارع اللي كان مع كال فلاتشر في فريق ازي اوبن، وبعد توحش فلاتشر ونجاحه الساحق بشكل فردي الكل كان متوقع ان مارك ديفيس هيضيع لوحده، لكنه في 2026 وبشكل لم يتوقعه اكثر المتفائلون على قولتهم بينجح هو كمان كمصارع فردي عكس كل التوقعات، وكمان بيتوج ببطوله الناشونال. الناحيه الثانيه منتخب كاب فيردي الكل كان متوقع له انه هيبقى زيه زي كوراساو وهايتي والمنتخبات اللي جايين كاس العالم يبقوا حصلات مجموعتهم ويروحوا دول، لكنهم بيفاجئوا الجميع باداء بطولي واستبسال دفاعي حرفيا ضد اسبانيا، وبيقدروا يقفوا راس براس ضد منتخبات اقوى منهم زي الاوروجواي والسعوديه عشان يضمنوا التاهل التاريخي في المركز الثاني. فالصراحه منتخب كاب فيردي ورانا ميزه ال 48 منتخب وكان مفاجاه كاس العالم زي ما مارك ديفيس كان مفاجاه المصارعه السنه دي. منتخب الاخضر السعودي تمام، ده اكتر منتخب انا تعبت وانا بفكر في المصارعه بتاعه، وفي الاول كنت بفكر اقول الاندرتيكر واطلع اجري لان للاسف اخواتنا في السعوديه بيزعلوا ومش بيحبوا الهزار، لكنها مش لايقه خالص. فالاختيار النهائي كان مصطفى علي، لان سواء منتخب السعوديه او مصطفى علي الاثنين عندهم امكانيات توصلهم ابعد بكتير من اللي بيحققوه في الاخر. من ناحيه مصطفى علي هو مصارع اكتر من رائع ولا غبار عليه كاداء في الحلبه، لكنه ما نجحش في الدبليو دبليو رغم انه عشمنا في لحظات كتير انه ممكن يعمل حاجه، زي لما دخل في سين بطوله العالم في 2019 وعمل عداوه صغيره ضد راندي اورتن، او في الماني ان ذا بانك لما كان حرفيا على بعد لحظه من انه يكسب الشنطه هوب بروك ليزنر بيدخل ويشلحه. منتخب السعوديه برضه مش بيحقق حاجه في كاس العالم، لكنه لازم يعشمك في الاول انه هيحقق حاجه، من اول طبعا الفوز التاريخي ضد الارجنتين في كاس عالم 2022، وبعد الاحتفالات والزخم ده كله خسروا ماتشين المكسيك وبولندا بشكل يجلط وطلعوا من المجموعات. وبرضه كاس العالم السنه دي قدموا اداء رائع في اول ماتش ضد الاوروجواي والمعيوف تالق وقال لك خلاص نبيها زجاجه وملعنه والدين حرفيا، واحنا نتعادل ماتش اسبانيا وكده كده ماتش كاب فيردي مضمون. وحصل اللي حصل في ماتش اسبانيا، وكاب فيردي طبعا ما كانتش مضمونه ولا نيله عشان يخرج الاخضر من المونديال خالي الوفاض. فاتمنى الكره السعوديه تتطور في السنين اللي جايه، والاهم من كل ده اتمنى ان نشوف لعيبه سعوديه اكتر عندهم عقليه سعود عبد الحميد، ونشوف لعيبه سعوديين اكتر بيحترفوا في اوروبا، لان المنتخب مش هيتطور غير بكده الصراحه. منتخب اليو اس اف اي الامريكي دول حاسسهم بارن كوربن قوي، اللي هو ما تفهملوش هل هو مصارع كويس ولا مصارع زباله. يعني بارن كوربن عنده كام حركه جامدين جدا، الحركه اللي اسمها الديب ساكس دي اللي هي تحسها فاريشن من البلو ثاندر بام، كمان الفينش بتاعه الاند اوف دايز حركه فيه منتهى الروقان والمتعه البصريه الصراحه. لكن نفس بارن كوربن ده كماتشات وعداوات وتقريبا اي حاجه تلاقيه منيل ب 6000 نيله. ومنتخب امريكا برضه عندهم الحته دي، واللي هو ما تفهمش هل دول عالم ما عندهمش فكره عن الكوره فعلا واتس كولد سوكر نوت فوتبول وشغل الامريكان ده، ولا هم فعلا منتخب محترم وعندهم عناصر كويسه بقياده بوتشيتينو. يعني مثلا الواد المهاجم بتاعهم بالاجون ده فينشر اكتر من رائع، يعني ممكن ينتقل لفريق كبير كمان لو كمل كده. نيجي المنتخب الكونغر الاسترالي بادي ماثيوز، اكتشفت ان بادي ماثيوز ده هو فعليا تحسه مصارع معمول في الكارير مود بتاع لعبه 2K، اللي هو الراجل ده بيجيب الحلو من هنا على الحلو من هنا من كل المصارعين وخلاص. يعني تلاقيه سارق دخلته من مالاكاي بلاك، وسارق الكيرب ستامب من ساس رولينز، وسارق الفي تريجر من كاني اوميجا والبريم بوستر من كارل فلاتشر، بعدها يقوم سارق الفينيشات بتاعت مراته السخنه الانجح منه 900 مليار مره ريا ريبلي. ومصارع دمه تقيل كده يا اخي، يعني انا شخصيا ما بحبوش لله في لله وملوش حاجه مميزه اصلا، ولازم برضو يرخم على المصارعين اللي ضده وماتشاته تقعد 15 20 دقيقه على ما يتنيل يخسر، اللي هو قال انت لور متكاردر وهتعيش وتموت لور متكاردر. نفس تقل الدم ده تلاقيه عند منتخب استراليا اللي بالمناسبه بادي ماثيوز ده استرالي برضو. يعني انا ما انساش ماتشنا ضدهم في دور ال 16 في كاس العالم اللي فات، قرفونا ولوعوا تشبدنا حرفيا، ولولا ستر ربنا ثم تالق الاسطوره
البطوله ديبو مارتينيز كان زمان الماتش راح اكسترا تايم وكانت هتبقى ليله سودا. فهو منتخب استراليا ده وظيفته انه يقرف اللي ضده، لكنهم في الاخر وبلغه المصارعه لور ميد كاردرز زي بادي ماثيوز بالظبط. منتخب باراجواي افتكر دي اسهل واحده، ايدي جاريرو، المنتخب اللي عكس كل التوقعات بيقهر الالمان وبيطردهم من دور ال 32 زي ما ايدي جاريرو عكس كل التوقعات قهر براك ليزنر وكسب منه بطوله العالم. منتخب الباشا التركي هو اوستن ثيري، ده هو المنتخب اللي كل الناس قبل البطوله ولا ازكي نفسي يعني لان كنت واحد من الناس دي يقولوا لك ان منتخب تركيا هيكون الحصان الاسود بتاع كاس العالم، وعندهم عناصر تدعم هذا التوقع زي كانان ييلديز، اردا جولر، تشالهانوغلو والواد ابو شعر اصفر بتاع جالاتا سراي ده. لكن واضح ان تركيا فهموا مصطلح الحصان الاسود ده بشكل حرفي شويه وتركبوا اول ماتشين من استراليا وباراجواي، وتقريبا فهموا معناها على اخر ماتش ضد امريكا وعملوا ماتش حلو وكسبوهم في اخر دقيقه. اوستن ثيري ده برده كان الكل، او الصراحه لا هو كان الكل في الكل. فينس ماكمان شايفه مستقبل الدبليو دبليو وجاتها، لكنه بيروح في ابو نكله بعد بقلشه ماكمان وحاليا بقى السنيد بتاع لوجان بول. انت متخيل الوضع؟ فتركيا هي نفس الويستد بوتنشال بتاع اوستن ثيري بالظبط. منتخب الطواحين الهولنديه واللي كان المفروض في السكريبت الاصلي يكون سامي زين، طبعا كانت هتبقى عشان سامي زين ما كسبش بطوله العالم زي هولندا وبتاع، هوب في نفس اليوم سامي زين بيكسب بطوله العالم، اقسم بالله هو ده اللي حصل فعلا. فتجنبا للفضيحه قررت اسكرب السكريبت ده، وكان البديل لسامي زين هو الباد جاي سكوت هول. الراجل ده بيعتبر من اساطير المصارعه في الجولدن ايرا والاتيتيود ايرا، لكن تستغرب قوي لما تعرف حقيقه انه عمره ما كسب بطوله العالم لا في الدبليو دبليو اف ولا في الدبليو سي دبليو. منتخب هولندا برضه تستغرب جدا انهم ازاي عبر تاريخهم ما كسبوش ولا بطوله كاس عالم. المنتخب اللي عدى عليه اساطير واجيال قويه جدا زي كرايف، خولت، رايكارد، فان باستن، روبن وشنايدر وفان بيرسي، لكنهم بكل الاساطير دول ما حققوش غير بطوله يورو يتيمه في 88. وواضح ان بجالهم الحالي ده وفانخال اللي شكله هيرجع يدربهم للمره المليار، فهم مش هينافسوا على كاس العالم في اي وقت قريب. فاهو اتمنى بقى من المرحوم سكوت هول ما يصحاش من القبر عشان يكسب بطوله العالم بعدها يرجع يموت تاني، يا ريت ده ما يحصلش يعني. منتخب الساموراي الياباني اول واحد فكرت فيه كان تاكاشتا، بس ما لقيتش رابط كبير قوي بينهم، وفي الاخر اخترت الجولدن ستار كوتا ايبوشي، الراجل اللي كان في يوم من الايام بيعتبر من افضل وامتع مصارعين العالم، ونجح جدا في اتحاد الان جي بي دبليو في اليابان وقدر يكسب بطوله العالم هناك، لكنه فشل ينقل نفس النجاحات دي لستيج عالمي اكتر زي اي دبليو بسبب الاصابات اللي دمرته للاسف. اما المنتخب الياباني فهو تاريخيا المنتخب الانجح على الصعيد الاسيوي والاكثر تتويجا بكاس اسيا بواقع 4 مرات، ودايما في كاس العالم بيحاولوا يقدموا حاجه كبيره وكره ممتعه لكنهم مش بيوصلوا ابعد من دور ال 16. وفعليا الاسماء اللي بيعتبروا نجوم الفريق زي ميتوما واندو ومينامينو كلهم اتصابوا، وحتى كوبو اللي لحق كاس العالم اتصاب هو كمان. ولا اخفيكم سرا يعني انا عندي حته في قلبي كده بتميل وبتشجع الساموراي الياباني، واتوقع اي حد اتفرج على انمي بلو لوك اكيد هيبقى عنده الموضوع ده، مش انا لوحدي يعني. كمان يا اخي والله ممتعين ومنظمين جدا رغم ان ما عندهمش اسماء، يعني اتفرج مثلا على الواد اللي اسمه ناكامورا، لا ده مصارع منتهي كده عندنا الله يستر عليه. انا اقصد الواد رقم 19 في اليابان، هذا اللاعب رغم انه موجود في ستاد رين نادي درجه ثانيه في فرنسا الا انه بيلعب ومقدم اداء في لعيبه في كبار اوروبا ما عملوهوش. منتخب السويد دول هيبقوا داميان بريست، منتخب مديوكر، تاريخهم مديوكر، لعيبته مديوكر، مهاجمه مديوكر، ومدربه اكبر مديوكر. لو ما تفهمش الجماعه اللي في الجبلايه في اتحاد الكوره بتاع السويد كانوا بيفكروا في ايه لما جابوا جراهام بوتر ده يدرب المنتخب؟ انتوا ما شفتوش السواد اللي عملوا مع ويست هام ولا ايه؟ ده كان السبب الرئيسي في هبوط ويست هام درجه ثانيه ونونو سانتو لبسها عيني. طب ما شفتوش الميمز اللي للركب اللي اتعملت عليه من جماهير الدوري الانجليزي؟ دي الاوريجنز بتاعت ميمز الفيس سواب كانت على جراهام بوتر في ويست هام قبل ما يكتسحها تشارلي كيرك بعد كده طبعا. وطبعا بتوع المصارعه عارفيني مع ديميان بريست، حدثني عن الميديوكرسي في المصارعه اقول لك ديميان بريست ده فهو عامل زي السويد كده، لا هو حلو ولا سيء قوي، هو ميديوكر بس مش اكتر. واخيرا منتخب نسور قرطاج تونس، ويعني والله ما عارف مش هشبه تونس بمصارع بل بشركه مصارعه كامله التي ان اي. حرفيا نجمهم الاول هو دولف زيجلر دفعه السنه اللي قبل اللي فاتت بس واخد تاجيل. نفس الكلام ينطبق على منتخب تونس، مفيش لعيبه يا اخوانا، ما عندناش ملعبيه كوره حرفيا. هو حنا بعل المجبري واللي هو لاعب كويس وكل حاجه بس مش ده السوبر ستار اللي يشيل فريق برضه. ده حنا بعل ده يعني رجيع مانشستر يونايتد كان بيقعد دكه جنب كريستيانو رونالدو. يا نهار ايه اسود، انا هاكل شتيمه على الحته اللي فاتت دي. وبصراحه يعني ما اقدرش اختزل مشكله منتخب تونس في غياب العناصر وبس، ما ياما شفنا منتخبات بتقدم الشيء الكبير في كاس العالم بلعيبه ما حدش يعرفها، اخرهم كاب فيردي طبعا. عامه اتمنى التوفيق لتونس فيما هو قادم، وهارد لك لحبايبنا التوانسه، وان شاء الله هيرفي رينار يكمل معاهم وما يمشيش. عامه هيرفي رينار ده هو مدرب الاندر دوجز عامل زي كده في الفيفا، اللي هو ده لو عرضوا عليه يدرب فرنسا ولا موزمبيق هيختار موزمبيق وهو مغمض.
نبدا بمنتخب الاسود الثلاثه الانجليزي. الحقيقه اني لم افكر لوهله واحده اني اخلي انجلترا والاوسبري عشان هو انجليزي، لان كده كده جوت المصارعه متشل منتخب جوتاوي زيه قدام. كمان فكرت في كين المصارع، والسبب طبعا هو الميم الاسطوري ده بتاع ساوث جيت بيرر مع الهاري كين وهو لابس تيشيرت انجلترا. لكن بما ان ساوث جيت اتبقلش ودلوقتي موجود توخل، فوقع الاختيار في النهايه على كيو كيفن اونز، المصارع اللي عيني ما كسبش غير بطوله عالم واحده يتيمه في 2016 لما فاز بمساعده تريبل اتش، ومن ساعتها هو بيحاول يكسب الحزام تاني بدون اي جدوى للاسف. نفس الكلام منتخب انجلترا مهد كره القدم على قولتهم، لانهم برضه عندهم كاس عالم وحيد مسروق بمساعده الحكم في سنه 66، ومن ساعتها هم بيقولوا لك اتس كامينج هوم، وعمرها ما بتكم هوم ولا نيله. هو عامه الوحيد اللي هيخليها تكم هوم لانجلترا فعلا هو سيد المصارعين والاوسبري، ده كده كده يعني، وسيدي كينج اوف عم المصارعين. فالاوز هو السبب الوحيد اللي مخليني اشجع انجلترا الصراحه، لاني تقريبا ما بحبش اي حد في المنتخب ده يعني. حتى الاثنين اللي انا بحبهم مورجان روجرز وولدنا كوبي ماينو، الاثنين دكه وما عتبوهاش من اول كاس العالم. ده غير ان معروف ان ما فيش حاجه اسمها مشجع للارجنتين يشجع انجلترا، بس كله يهون عشان جوت المصارعه. انما انا لا بحب هاري كين واللي في كتابي برايم جيمي فاردي برابتو، ولا بطيء جود بيلينغهام، واللي يعني عايز اقول لك ببقى عايز اقفل الفيفا لما بيظهر في الهوم سكرين. وبما ان جت السيره فانا لازم انتهز الفرصه، لان مش هتكلم على الكوره في اليوتيوب كل يوم اصلا، فدي فرصه لا تفوت اني افرش الملايه لشركه اي ولعبه الفيفا الزباله، لان فلتذهب اف سي 26 الى المزابل في حضره بيس 26. بجد لعبه امتع 100,000 مره، والاونلاين بتاعها ظريف وما فيهوش نجاسه واشكال وسخه، والاهم من كل ده وهو ان بيس عكس فيفا ما هياش لعبه الباي تو وين او شكل عشان تعدي. ايوه اكيد في اوبشن انك تشحن وتجيب كروت جامده، بس برضه انت لو بدات اللعبه دلوقتي من الصفر من غير ما تدفع ولا مليم، اكد لك ان في ظرف شهر بالكتير هيكون معاك تشكيله قويه تنافس بيها في الاونلاين عادي جدا. فيفا الناحيه الثانيه هي ما بقتش شكلل عشان تعدي، دي بقت شكلل وبيع كليتك واعضائك كلها وبرضه مش هتعدي، والكروت كلها بقت انتريدبل وحاجه زباله بجد يعني. ده حتى مود كاس العالم بقى كئيب ومنيل ب 6000 نيله مقارنه بالسنين اللي فاتت بعد ما خسروا حقوق الفيفا. منتخب كرواتيا هيكون ساموا جو، لان ساموا جو ما كانش بيتم اعتباره انه مان افنتر وينفع يكون بطل عالم في الدبليو دبليو اي، رغم انه قرب يعملها اكتر من مره، وحتى في التي ان اي كان اندر ريتد بالمناسبه وما خدش نفس الدفعات زي اي جي ستايلز مثلا، لكنه بياخد حقه ومستحقه في اي دبليو، وبيكسب بطوله العالم مرتين وكل مره كانت غير متوقعه اكتر من اللي قبلها. منتخب كرواتيا برضو عمره ما اتشاف على انه منتخب كبير، واهم انجاز ليهم لفتره طويله كانت برونزيه مونديال 98. حتى اساطيرهم ما نعرفش فيهم حد غير سوكر عشان كارت الايكون بتاعه اللي كان غالبا بيكون زباله اصلا، لكن كل ده بيتغير في 2018 لما بيحققوا التاريخ بالوصول للنهائي. وزي سامو جو اللي كان اندر ريتد في الدبليو دبليو اي وبقى فيرلي ريتد في اي دبليو، فكرواتيا عندهم اكتر لاعب فيرلي ريتد في التاريخ، تحب ما تحب تشجع ما تشجع لوكا مودريتش، مع شويه لعيبه اندر ريتد على قد موسم زي راكيتيتش والسوبر ماريو مانزوكيتش، واللاعب اللي من 2018 ولحد دلوقتي بيتعامل معامله عاطف في فيلم الناظر ايفان بيريسيتش. والاخ بامين انا عاطف جلمبي اللي كنت قاعد معاكم في نفس الفصل، مش فاكرك يا هاب. ليه ما حدش بيدي بيريسيتش حقه؟ ده حتى كان مسجل اجمل هدف في نهائي 2018. منتخب البلاك ستارز الغاني دول حاسسهم البلاك هارت ليو روش، يعني منتخب غانا ده انت ما تفهمش هم ازاي عدوا من دور المجموعات، بل هم ازاي صعدوا كاس العالم اصلا. حضرتك ده منتخب في البيك 2026 لسه بيلعبوا بجوردان ايوه مهاجم، وشويه شويه واساموا جيان هيقلع البدله ويلبس الفانلة واللباس وينزل يلعب معاهم هو كمان. لكن كانت حصلت كده لقطه في ماتشهم الاول مع بنما فسرت لنا هم ازاي صعدوا الصراحه، لما الكاميرا جت على مشجعه غانيه بتنثر بودره بيضه كده في الهواء، واللي هو ما تفهمش ايه نوع الفودو او السحر ده، هوب وفي وسط ما الماتش مقفل وماشي في سكه ال0-0 غانا بتسجل في اخر دقيقه، ومفعول السحر ده بيكمل في ماتش انجلترا، ولقينا لك هاري كين بيقلب على الكابتن مروان محسن وبيلينغهام بيقدم زنا كروي في الملعب والماتش خلص 0-0. لكن الحمد لله السحر خلص مفعوله في الاقصائيات وطلعوا من كولومبيا. ليه راش الناحيه الثانيه برده ما حدش فاهم هو بيعمل ايه وما هي ماهيه شخصيه البلاك هارت الجديده بتاعته دي، بس انا مستمتع بيها الصراحه. وضحكني قوي ظهوره في ماتش الاستاديوم ستامبيد في دبل اور ناثينج، وضحكني اكتر ظهوره في ماتش القفص في الفوربيدن دور. منتخب بلدك المفضله بنما دول حاسسهم الجدع الجوبر اللي كان المانجر بتاع ام جي اف عداوه بانديدو ده، عارفينه اللي هو الراجل بتاع اللقطه الشهيره المفيرله مع سامو جو ده، عرفتوه؟ او منتخب بنما ده كان جوبر زيه كده بالظبط، ولو انهم الصراحه قدموا اداءات افضل بكتير من فضايحهم في كاس عالم 2018. نبدا بمنتخب البرتغال، واللي اول واحد جه في دماغي ليه كان سيام بانك، عشان في نظريه كده في دماغي ان سيام بانك هو كريستيانو رونالدو بتاع المصارعه، ولو اتعمل فيديو سيام بانك اوعدكم هفصل فيه النظريه دي، لكني في الاخر اخترت جون موكسلي، لان زي ما مشجعين المصارعه عارفين فدين امبروس كان مظلوم ومحجمه قدراته الكبيره في الدبليو دبليو، لكنه اول ما تحرر من اجلاله بقى جون موكسلي في اي دبليو بينفجر وبقى من افضل مصارعين العالم. وانا مش هوضح الرابط اكتر من كده بالنسبه لمنتخب البرتغال، افهموها كما تشتهون يعني. وبعد ماتش كرواتيا اللي اتحسبت فيه ضربه جزاء من التحام
سوفت اكتر من البسكوت النواعم على المدافع العرة ريناتو فيجا. الواد اللهم صل على النبي كان ناقصه المايو والعوامه على الغطس اللي ضربه ده. بعدها بيتلغي هدف صحيح 100% في اخر دقيقه لكرواتيا، والكوكب كله اجمع ان الكره ما لمستش لاعب كرواتيا المتسلل. المهم بيطلعوا من اسبانيا بهدف البديل ميكيل ميرينو اللي خلاص كده بقى من اساطير كاس العالم وخد مكانه يوسف النصيري. والله تبديل البدري بميكيل ميرينو دي ابوس عليها قرعه ديلافوانتي بجد. ونيجي للمدرب اللي المفروض يتضرب بالكشافات على رعيته زي ريكوشي روبرتو مارتينيز. انا اول مره في حياتي اشوف مدرب مطيباتي كده ومشيها مطيباتي، يعني اول مره اشوف مدرب بيطبل ومشيها يطبل للاعب على حساب فرقته. في المؤتمر الصحفي بتاع ماتش الكونغو سالوه هو ازاي ساب كريستيانو رونالدو ال 41 ال 90 دقيقه وما طلعهوش. قال لهم انتوا ازاي عايزين نطلع اعظم هداف في تاريخ الكوره واحنا عايزين نسجل؟ الفكره اننا نوعا ما عرفنا كان ايه اللي هيحصل في ماتش الكونغو لو كان طلع في ماتش كرواتيا. والبديل الصاحي جونزالو راموس بيسجل براسيه الهدف اللي صعد البرتغال لدور ال 16. تقول لي انت ليه قافش في ماتش الكونغو ده قوي كده؟ اقول لك ما هو ده الماتش اللي لو كسبوه كانوا تصدروا مجموعتهم وخدوا المسار السهل بتاع غانا وسويسرا. المهم اني برضو قلبي مش ميت قوي كده، واكيد زعلت على اسطوره البرتغال الاول ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونه برونو فرنانديز. فهارد لاك لبرونو، وان شاء الله نشوفك كابتن البرتغال وتشيل اليورو اللي جايه. كمان هارد لاك لبطل التشامبيونز ليج ونجم البي اس جي جواو نيفيس، بحبه لله في لله على فكره. منتخب الكافي تيروس الكولومبي حاسسهم برودي كانج كده، لان برودي كانج اي نعم مصارع مهم في اي دبليو حاليا وكسب بطوله التاج مع بانديدو، لكن امكانياته توصله ابعد من كده الصراحه، وهيفضل اندر ريتد بالنسبه لي لحد ما يكسب بطوله فرديه كبيره. منتخب كولومبيا برضو عملوا بطوله كويسه جدا وطلعوا بضربات الجزاء من سويسرا رغم انهم كانوا يستاهلوا يوصلوا ربع النهائي على الاقل. كمان انا لا ادعي اني بتفرج على ماتشات البايرن والدوري الالماني عموما، لكني في كل مره بتفرج على لويس دياز سواء مع البايرن او مع كولومبيا في كاس العالم، الراجل بيكون عامل اداء خرافي، بتحسه لاعب اندر ريتد برضو مقارنه باوليسي وكين. منتخب الكونغو الديمقراطيه دول هيبقوا المات كينج ادي كينغستون، المصارع اللي بعد فوزه بالنسخه الاولى من الكونتيننتال كلاسيك. كلنا تشننا ان زخمه ده هيكمل، لكن زخمه ده بيموت موت بطيء ومؤلم للاسف، وحاليا الراجل منفي في عروض الار او اتش اللي محدش بيشوفها ومحدش فاكر انه موجود اصلا. نفس الكلام الكونغو الديمقراطيه اللي بعد اداءاتهم الكبيره في المجموعات وتاهلهم التاريخي بينتهي زخمهم ويموت باسوا سيناريو ممكن ضد انجلترا. منتخب اوزبكستان لا دول احي خالص، وافتكر مفيش مصارع احي خالص اكتر من زمان، وزي زمان اللي لا يصلح يكون مصارع، فاوزبكستان هو منتخب لا يصلح للتواجد في كاس العالم. ما هو مش عشان بقى عندكم لاعب محترف في مانشستر سيتي تصدقوا نفسكم يعني، ده والله لو كانت الكويت ولا عمان ولا فلسطين مثلا هم اللي تاهلوا مكانهم غالبا ما كانوش هيخسروا 5 من البرتغال. منتخب القلب سيلاستي الارجنتيني، ومين تفتكروا هيكون مين يا ترى؟ المنتخب اللي بيمتلك سيد اللاعبين واعظم لاعب في التاريخ هيكون مين مثلا؟ ومين غيره سيد المصارعين واعظم مصارع في التاريخ ويل اوسبري؟ لو انت مشجع كوره وبتتفرج على مصارعه من بعيد لبعيد كده، فانت غالبا ضحكوا عليك وفهموك ان جوت المصارعه هو جون سينا او رومان رينز او حتى الاندرتيكر وهوجن لو انت قديم يعني. لكن احب اقول لك ان الكلام ده كان زمانه جبر، لان جوت وعم المصارعين في زماننا الحالي اسمه ويل اوسبري يا ساده. لو انت مشجع كوره وعايز تعرف ليه ويل اوسبري جوت المصارعه، انصحك وبشده تتفرج على ماتشه ضد كاني اوميجا في الفوربيدن دور. الماتش ده عندنا في المصارعه يوازي نهائي لوسيل بين الارجنتين وفرنسا، كمان موجود فري على اليوتيوب يعني مش هتدور عليه كتير، وحتى هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن، لان حتى لو انت مالكش في المصارعه فانت لازم تتفرج على الماتش ده، صدقني هتستمتع. ونيجي لمنتخب التانجو واعظم لاعب في التاريخ، وماذا عساي ان اقول؟ هل اقول مثلا ان مارادونا وبيليه اعتزلوا هم 37 سنه وميسي في سن ال 39 سنه هداف كاس العالم؟ ولا اقول انه ختم اللعبه اصلا وبيلعب كاس العالم ده من اجل المتعه وامتعنا احنا في المقام الاول؟ لان لو ميسي في كاس عالم 2022 اثبت لنا انه اعظم لاعب في تاريخ الكوره بدون نقاش او جدال، فهو في كاس عالم 2026 بيثبت لنا ان الكوره من بعدك ظلام يا ميسي، الكوره من بعدك سواد يا ميسي، ويلعنبوا الكوره من بعدك يا ميسي. اصل ايه الاضافه اللي هقدمها؟ ايه الجديد اللي هقوله وما اتقالش في عظمه وتاريخيه الملك ليونيل ميسي؟ خليني طيب احاول اقول حاجه جديده، لان عايزك كده تلقي نظره على لعيبه الارجنتين اللي تالقوا مع المنتخب وقدموا اداءات كبيره. كريستيان روميرو موسم زي الطين مع توتنهام، ليساندرو مارتينيز راجع من رباط صليبي وعمره ما قدم نص ولا ربع الاداءات دي مع مانشستر عامه، ماكاليستر افريج جدا مع ليفربول الموسم اللي فات ومحدش سمع له حس، انزو فرنانديز موسم زي النيله هو كمان وبنسبه شبه اكيده هيمشي من تشيلسي، ديبولو باريديس واحد موجود مع ميسي في انتر ميامي والتاني في الدوري الارجنتيني في البوكا جونيورز. والسؤال هو ازاي اللعيبه دي بتقدم اداءات ممتازه مع الارجنتين رغم ان امكانياتهم نفسها مش بالضروره كبيره؟ والاجابه هي اللاعب رقم
10 اللي لابس شرط الكابتن يا اخوانا. ميسي اللي لعيبه الارجنتين بيقدسوه وعادي يضحوا بارواحهم في الملعب فده. فميسي هو مش بس اهم لاعب في الارجنتين، بل هو العامل الحفاز اللي بيخلي لعيبه الارجنتين يقدموا 900% من اللي عندهم. يا اخوانا ده المادا هو خلاص راح انفراد في الجون الثالث للارجنتين على سويسرا، قرر يرقص المدافع عشان يدي الكره على اليمين لميسي يسجل، وفي الاخر راحت للتور لوتارو وسجلها. التور دي مش اهانه بالمناسبه، هو حرفيا لقبه التورو لوتارو مارتينيز. وبصراحه كده فهدف الفاريز ضد سويسرا يسوى ال 150 مليون واجمد هدف في كاس العالم. ويعني ضحكوا عليك لما فهموك ان اللي بتعمله الارجنتين في كاس العالم ده ماتشات كوره كده عادي، دي عمليات قيصريه متعسره حضرتك. لو انا بجد بيتعامل شبه ميم الراجل اللي حاطط ملايه فوق التلفزيون وبيتفرج من تحتيها. وانا عارف ان ده وقت حرج شويه انك تكون شخص بيحمل الجنسيه المصريه وفي نفس الوقت بتشجع الارجنتين، وعارف ان الناس هتقول لك دول عنصريين وصهيونيين والكلام المحفوظ ده. ويعني حد قال لك ان انا مقدم على الهجره لبيونس ايرس مثلا؟ انا بشجع الارجنتين اولا واخيرا عشان الاسطوره والملك والجوت واعظم لاعب في التاريخ ليونيل ميسي. ده غير ان لعيبه الارجنتين نفسهم مش وحشين قوي كده زي ما انتم فاكرين. يعني جت لقطه مثلا للاسطوره ديبو مارتينيز تجاهل فيها كل الاعلام الغربي لحد ما جه قدامه صحفي غلبان وقال له انا من بنجلاديش، راح مليان وقف له مخصوص وعمل معاه المقابله. كمان كان في صحفي تاني غلبان من ذوي الاحتياجات الخاصه وكل اللاعبين تجاهلوه، والوحيد اللي وقف يعمل معاه مقابله هو سيد اللاعبين الاسطوره ميسي. فافتكر دي تصرفات ما تطلعش من ناس قذره وعنصريه يعني. كمان في طبعا حته التحكيم ومدلل الفيفا، ودي هنجيلها لما نتكلم على مصر. منتخب الاولاد النمساوي دول ممكن يبقوا برونسون ريد، مصارع برضه رخم وملوش اي انجاز بالظبط زي منتخب النمسا. اللي هو منتخب النمسا ده اقصى انجازهم ان عندنا في مصر بنستخدم علامهم كالايموجي بتاع الزمالك. برونسون ريد الناحيه الثانيه ده حرفيا اقصى انجازه انه في مره كسب جزمه رومان رينز الاير جوردن. منتخب محاربي الصحراء الجزائري والنشامه الاردني، واللي عشان عرب واخوات قررت اني اعملهم تاك تيم مع بعض. فالاردن هتكون ويلر يوتا والجزائر داني جارسيا، لان زي ويلر يوتا فاحنا كنا متوقعين ان الاردن مش هيروحوا بعيد في كاس العالم خصوصا مع المجموعه الصعبه، لكن الجزائر وزي داني جارسيا فامكانياتهم كانت توصلهم ابعد من كده بصراحه. منتخب الشياطين البلجيكيه هيكون برون سترومان، لان برون سترومان ده في الفتره بين 2016 ل 2018 كان وحش كاسر وقوه قاتله في عرض الرو، وكان بينافس راس براس في المين ايفنت سين مع بروك لازنر ورومان رينز، لكنه بعدها بيروح في بوناكلا من اول 2020، وحاليا الراجل اتسرح من الدبليو دبليو وشبه معتزل يعتبر. نفس الكلام بالظبط منتخب بلجيكا، واللي في الفتره من 2016 ل 2018 لقوا نفسهم بيمتلكوا جيل ذهبي اسطوري لن يتكرر بالنسبه لهم. هازارد البرايم، لوكاكو البرايم، دي بروين البرايم، كومباني البرايم، ده غير الاسامي اللي بتتنسي في النص زي راجا ناينجالاند، راس ميرتنز، كاراسكو، وماران فلايني لو تفتكروه. ده كان السوبر صب بتاع مورينيو ايام مانشستر، ربنا ما يرجعها ايام. الدر فايرلد وفيرتونكن اعظم فودر في تاريخ الفيفا، وبتقدر بلجيكا تقصي البرازيل من ربع النهائي في 2018، لكن الجيل الذهبي ده بينهار في 2022 بخروج مهين من المجموعات، وفي 2026 فنوعا ما منتخب بلجيكا خدمته المجموعه السهله، وفوزهم في دور ال 32 كان نتيجه غباء السنغال مش عبقريه رودي جارسيا مثلا ولا حاجه، ولو انهم عملوا اداءات افضل بكتير في الاقصائيات الصراحه. منتخب ايران هيكون ارتروث. اصل ارتروث ده اخوانا موجود في الدبليو دبليو من ايام ما كان الدولار بنص فرنك حرفيا مش افيه، لان ارتروث ده موجود في الدبليو دبليو من سنه 2001. انت مستوعب يعني ايه؟ نفس الكلام منتخب ايران اللي تقريبا موجودين في كل نسخه من كاس العالم، لكنهم ما بيعملوش اي حاجه بالظبط زي ارتروث في الدبليو دبليو. منتخب نيوزيلندا دول جيمس الزور، الاثنين جوبرز والاثنين في خدهم بيضه برضو، كمان الاثنين اتشهروا من اللا شيء زي تيم بين اللاعب بتاع نيوزيلندا ده. And we saved the best for last. منتخب مصر هو، لا دي عايزه درام رول يا ابني، اديني السسبنس لو سمحت. ومنتخب مصر هو الريتد اور سوبر ستار ادج. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. بس قبل ما اقول لك ازاي فانا محتاج اكون صريح معاكم بزياده، لان لو في دعوه بدعي بيها ربنا في كل صلاه فهي ان ربنا يطلعني من مصر للابد عاجلا قبل اجلا. وبطبيعه الحال، لا استنى انتوا ساكتين ليه؟ ما تقول امين يا ابني انت وهو. وبطبيعه الحال ده بيأثر على الحس الوطني عندي واللي ما كانش موجود خالص قبل كاس العالم بصراحه. وعامه انت لو شفت الفيديو بتاع اهداف منتخب مصر المتركبه على اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي، فانت غالبا هتشجع المنتخب اللي ضد مصر وضميرك مرتاح. لكن منتخب مصر في كاس العالم هو يجبرك تتعاطف معاه، والاهم طبعا انك تحترمه. ونجم المنتخب بالنسبه لي مش لاعب جوه الفريق، بل هو المدرب العميد حسام حسن. وده بيرجعنا لادج المصارع اللي اعتزل في 2011، وكلنا كنا فاكرين ان مسيرته خلاص انتهت على كده ومش هنشوفه بيصارع تاني، لكنه بيرجع بشكل لا ينسى في 2020 وقدم حاجات ممتازه بعد العوده. وحاليا هو شغوف ومستمتع بفترته في AEW، وقدر
قدر وهو عنده 50 سنه يعمل اول ماتش 5 نجوم في مسيرته ضد FTR في دبل اور ناثينج. والحقيقه ان الكره المصريه هي كمان اعتزلت برضه في 2011، ومش محتاج اقول لك على تاريخ المنتخب السواد وبرادلي وكوبر واجيري والشله اللي كلنا حافظينها. لكن بعد كاس العالم ده والاداء البطولي اللي شفناه من المنتخب تقدر تقول ان اخيرا رجعت روح منتخب الساجدين اللي كسب ال3 افريقيا ايام حسن شحاته على ايد العميد حسام حسن، الراجل اللي كان بيمهد لفشله من لحظه وصوله للمنصب ده. وافتكر انتوا مش ناسيين ايه اللي حصل في اخر مدير فني وطني لمنتخب مصر. وافتكر ماتش الارجنتين التاريخي هو رسميا خلاص استبدل ماتش ال4-3 الشهير بتاع البرازيل. وعارف انت دايما يقول لك ايه، خالف تعرف. وبصراحه انا عمري ما اقتنعت بالمقوله دي، لانها المفروض تكون امشي مع الهبه تعرف، لان في حاجات لو خالفتها فانت غالبا هتتشتم مش هتعرف ولا حاجه. وانا فاهم ان سيناريو ماتش الارجنتين كان قاسي جدا، وهدف زيكو الثاني اللي اتلغى واللي بالمناسبه فكرني قوي بهدف دي ماريا الثاني في نهائي اليوسيل. كل دي عوامل تحرق الدم، وتبالك فكره ان الحكم كان فاسق وماجن وفاجر وداعر، بس انا مش هتفق مع السرديه دي خالص، لان الفاول على ليساندرو مارتينيز اللي اتلغى بسبب الهدف كان صحيح 100%، واللوم فعلا على الحكم لانه ما شافش اللقطه من الاول وساب الهجمه تكمل. وطبعا اللقطه اللي الناس قفشت فيها بايديها واسنانها بعد الماتش، والكوره اللي وقع فيها صلاح قبل الهدف الثالث للارجنتين، واللي هو في اكتر من زاويه للقطه دي تبين لك ان الكوره ما فيهاش اي حاجه. بس خلينا نمسكها واحده واحده. صلاح داخل 1 على 1 جول 18 مع جوليان الفاريز، والفاريز قطع منه الكوره وخلاص الكوره ورا صلاح اهو اتقطعت منه، ولاعب الارجنتين خلاص رايح ياخد الكوره، لكن صلاح بخبص منه راح داخل هو برجله في رجل الفاريز اللي راح على الكوره عشان يلتحم معاه ويقع فتبقى ضربه جزاء، لكنها في الحقيقه ما فيهاش اي حاجه. حتى صلاح نفسه كان عارف ان ما فيهاش حاجه وما اعترضش ولا طالب بضربه جزاء. فلو تسالني انا قناعتي الشخصيه ان السبب الرئيسي في خساره مصر والسيناريو القاسي هو الشعور اللي اتنقل لهم بان الحكم ضدهم، وده خلاهم يخسروا الماتش نفسيا قبل ما يخسروه فعليا جوه الملعب، لكنها هتفضل بطوله للتاريخ كده كده. فشكرا للعميد ورجاله، وشكرا ليكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واتمنى ارائي في الكوره تكون ما زعلتش حد ولو ان اشك الصراحه. كمان حقيقي عايز اعرف مين بالنسبه لكم من المصارعين بيمثلوا المنتخبات اللي شجعتوها في كاس العالم. لو انت وصلت لحد هنا فانا مش عارف اقول لك ايه، ولو انت فعلا وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك سبسكرايب والكلام اللذيذ بتاع اليوتيوب اللي انا ما بعرفش اقوله، فلا لازم تعمل بجد. ده الفيديو اللي جاي هيكون من اجمل الفيديوهات اللي اتعملت في تاريخ البتاع ده، ومليان ريفرنسات كوره بالمناسبه. فشكرا ليكم مره تانية وبس كده.